اخر تمرينه خدتها كانت من كام سنه؟ كانت ساعة الفيديو اللي نزلنا اخر مرة. دي واحدة العلم والإيمان مع الدكتور مصطفى محمود دلوقتي. ازاي اعمل دخل من الكاليستانكس؟ لو عرفت قول لي. هو ده جيب لك ازازه ميه. حصل في كلاينت عندي سأل سؤال على الاسك بتاعنا بتاع مروان، ده معناه ان هو ما بيعرفش يدرب والشباب بتاعته بتيجي تسالنا انا. بالظبط. بصوا يا اخواتي، البراند الجديد انا مش هعلن عنه. كيمس ولا فرونت؟ ده جدول تمرينة فرونت. احنا جدول ايه ده؟ فلوج فرونت. انتوا بقى عايزين ايه؟ ماشي انا هعمل لك اللي انت عايزه وهنتمرن فرونت. حلو قوي. انا بقى عندي تمرين انا الخاص هتمرنه عادي. نجرب كومبوهات بتاع مش عارف ايه. هو ده قبل التمرين؟ قبل في نص بقى ما انا هكمل معاكم عادي التمرين. مش ليك ان انا مش ليك ان احنا نصور اللي انت عايزه. اهو المايك بتاعه اهو. مش ليك ان احنا نصور التمرينه بتاعت الفرونت. هتصور ماشي. ايه شغل ما تشتغلش في حته ثانيه منك. هو ده لا يا جدعان، محمد سعد اللي هيحط لنا سات 5 في 5 وحاجات كده. مين؟ ازيك؟ هيا ازيك؟ انت عندك تمرين النهارده؟ انت عندك كود في كولد كالت يا ابو زيد؟ لا لسه؟ شادي بعد اذنك، الراجل لابس الجيرسي بينام بيه. محدش قال لي مش هقول سيمزن. تعالى ما تقلقش اطلع يا باشا معانا في الفلوج. لا يا باشا، السلام عليكم. اهو يعني سعد بيتفرج على شيكس. بتفرج على شيكس. ما بقى مش هنعمل سبونسر لحد. سبونسر لجيم شارك ازاي؟ جيم شارك؟ هم اللي عملوه؟ لا مش يا رب يعملوه. احنا هنجيب حاجه لحد. بلاش اهو. مش عايزين حاجه من حد. شادي ندخل اخونا شادي يا ابو زيد. الفانتو ابو زيد ما بيستخدمش غير المنتجات بتاعتنا. ايه يا اسطى مش كده؟ كود خصم لابو زيد ما بيستخدمش غير نايم. عامة يا رجاله يعني بعيدا عن كل الكلام ده، يعني يا ريت رجاء، لا رجاء الريحه يعني ريحتكم في التمرين عشان بس احنا بنتعب. مش هنصور تعالى. مش هنصور يا عم تعالى بس. طبعا عشان الاسترويد اللي عمال يضربه اهو. استرويد وشعر اصفر بيضرب استرويد في شعره. بس خلاص يا جدعان، ربنا تاب عليه دلوقتي وعنده وهيبطل استرويد. يا عم قلنا اخواتي، قلنا مش هنعلن عن البراند الجديد اللي عامل سبونسر يا عم ده قال السواق بتاعه. لستريني. بصوا يا اخواتي، البراند الجديد انا مش هعلن عنه. بصوا الايه ده بالايه، الناس بتقول لك هو مش مفيد. هو مش مفيد لو انت يعني بتاخد كالوريز زياده، لكن لو انت في كالوري ديفيسيت لازم تاخد الايه ده بالايه. كالوري ايه يا اسطى؟ كالوري ديفيسيت يعني بتاخد ناقص عجز سعرات بس. فهو مهم لو انت ماشي على كالوري ديفيسيت عشان العضلات بتاعتك ما تخسرهاش. يعني انت وظروفك. انا كنت لسه ثابت فوق. انت نزلت ولا انت طلعت؟ انا لسه نازل اشوف ترتيب في الدوري. يعني خليهم كده 5 صغيرين. انت تشرب 3 ازاز ميه؟ ليه يا اسطى؟ في واحده نصها هيروح صباره ولا ايه؟ في واحده هيروح نصها في فقره البري ورك اوتس والباقيين في التمرين بقى. كام كده يا معلم؟ كام ميه؟ 5. خد يا عم، محدش يجب عليا عشان الفلوج بس يا جدعان. كده 75. الواحده ب 15. مفيش ديسكاونت؟ عايز ديسكاونت؟ انا بطلعك كل مره معايا في الفيديوهات. حبيبي يا عم. الواد اللي ورايا ده دمه تقيل. انت جيت استخبيتي؟ كريم ده حد عارفه؟ ايه بقى هتفهمونا بقى؟ قول لي ايه اللي انت شفته في الفيديو؟ انت كسبت في المانا وهو كسب في اللي هي دي بتاعته اسمها فرونت صح؟ فرونت ليفر. هي دي. فانت هتتعلم ايه فيهم بقى؟ الاثنين. بجد؟ هو سألك سؤال بقى. هو جه عشان كده؟ يعني جيت تمرين بسبب البتاع ده؟ بجد؟ والله. سلم عليا، اسمك ايه؟ علي. بص يا علي بقى، انا هسألك سؤال بس انت لازم تجاوب بكل صراحة. مين اجمد؟ انا ولا هو؟ انتوا الاثنين. لا ما تقولش انتوا الاثنين والكلام المحايد. لازم تختار. انا عايز كلمة، محدش هيزعل، محدش هيتضايق. ها قول بصراحة. قول، كل الناس معاك في المايك، قول. ها انتوا الاثنين.
انا محايد. يا جدعان كل ما اجي اطلب حاجه بيبقى اوت الستوك بتاع ده الابيض عشان شكله جامد. ده بري ورك اوت ايفولف، كرياتين جوميز ايفولف برضو، فور ايفر شيكر ايفولف، كود زد 10. حد بيسال انا بدمج بين الحديد والكاليستانكس وقاعد بشوف تطور رهيب الحمد لله، هل تشوف الدمج بينهم ممتاز؟ بص هو انا ما رحت الجيم كتير عاده ومجربتش بصراحه ادمج قوي، انا رحت بس مره او اتنين الجيم فور فن بس بما انك شايف تطور وقادر تنظم بين الاتنين وقادر تلاقي جسمك ياخد الاستشفاء الكامل وعارف تدمج ما بينهم من غير اي التهابات من غير اي اصابات، فخلاص لا دوس في الاتنين. يتم التسخين. اتفضل يا كابتن شهاوي. كابتن شهاوي يا جدعان الاول على الفصل عنده. تليفونا بقى وتصوروا بجد الناس بتتمرن، عايزين نشغل اغاني بصوت عالي يا حبيبي. هو انت ايه اللي انت عامله ده؟ بس انا خدت كوبي رايت اصلا في الفيديو اللي فات. لا اسمها كوبي رايت. خدت كوبي رايت الفيديو اللي فات عشان لسه ريد الكود يا جدعان بتاع ابو زيد زد 10 هنستخدمه. وفي مفاجأة. في ايه ده؟ في مفاجأة في فترة في جاية. مفاجأة قريبة ان شاء الله بعون الله. ريل مان دونت ورم اب. اقسم بالله في واحد كاتب سؤال بجد بره الصندوق وسؤال مهم. ازاي اعمل دخل من الكاليستانكس؟ لو عرفت قول لي. بهزر. ازاي تعمل دخل من الكاليستانكس؟ ممكن تعمل دخل من الكاليستانكس عن كذا طريقه. قبل كل ده لازم طبعا انت تكون عندك اكسبيرينس كويسه، لازم تكون واخد كورسات عشان الناس تقتنع بيك كبني ادم يعني. لازم تبدا والله لازم تبدا تعمل تمرن. دي الوسيله الوحيده اللي انت تقدر تدخل بيها فلوس من الكاليستانكس، ان انت تكون بتمرن، سواء بقى اتمرن اونلاين او اتمرن اون جراوند. انت شايف ان في وسيله تانية يا ابو زيد ممكن تطلع منها فلوس لو انت بتعمل كاليستانكس؟ يعني مفيش حاجه فعلا غير ان انت تتمرن اونلاين او اون جراوند، يا اما تعمل لو انت عندك الاكسبيرينس الكفايه ان انت تعمل اي بوكس او كورسز اونلاين وتبيعها. يعني دول الثلاث طرق الوحيدين اللي انا شايفهم ان هم ينفعوا تعرف تجيب منهم فلوس بس. طب قبل ده كله بقى المفروض يعمل ايه؟ عشان انا حاسه يعني اللي بعت لي السؤال ده مش قصدي حاجه، بس معنى ان انا ما اعرفكش ان انت لسه في الكاليستانكس مش قوي، فانت عايز تدخل فلوس من الكاليستانكس وانت لسه ما حدش عارفك، دي مشكله كبيره قوي. فيبدا ازاي بقى؟ قبل حته ان انت تفكر ان انت تبقى كوتش اصلا انت لازم تعمل لنفسك ليفل الاول، تتمرن اذا كان في اي ديفيجن عامه، تتمرن وتوصل لليفل كويس بنفسك. بعد كده تفكر ان انت مثلا اروح لحد معين معروف ان هو ده الكوتش ده كويس معروف واسمه كبير في الكاليستانكس، اروح اقول له انا عايز اتعلم ازاي امرن، فعايز جايد تحتك فاهمني، تبدا تجايد تحتيه وتشوف هو بيكتب البروجرامز ازاي، تتعلم ازاي تكتب بروجرام، تتعلم ازاي تعمل اسسمنت للكلاينتس، الكلام ده كله تتعلمه تحت كوتش اوريدي معروف وكويس، وبعدها تبدا انت بقى تخش تعمل حاجه بقى لنفسك انت اذا كان اونلاين او اون جراوند. عايز امرن جسمي كله ومعيش غير يوم واحد في الاسبوع اتمرن فيه وانا لسه بادئ كاليستانكس. ما لو هتتمرن يوم واحد في الاسبوع لا احسن ما تتمرنش، جسمك هيوجعك، هتتمرن التمرينه جسمك هيوجعك اليوم اللي بعدها واليوم اللي بعدها، هتيجي بعد اسبوع تكون ريكفرد وخلاص جسمك اصلا نسي التمرين، فتيجي تاني تتمرن التمرين اليوم التاني جسمك يوجعك، هيفضل جسمك يوجعك كل اسبوع مش هيحصل اي تطور. فما الاحسن ما تتمرنش على الاقل يومين في الاسبوع، غير كده انت كده بتهتش بصراحه يعني. او نظم وقتك يعني، ما نظم وقتك دي انت كده دخلته في موضوع تاني، والناس بتتضايق قوي من كلمه نظم وقتك دي. ليبي عايز تقول حاجه للجمهور يا ليبي؟ اعملوا لايك وشير وسبسكرايب. بيلي بدأ فلوجز، صور النهارده المفروض هتوريني؟ ان شاء الله. مش هتوريني دلوقتي؟ لا لما تخلص خلاص يا جدعان انا هعمل شير لاول فلوج بتاع بيلي عندي كده واروح منزله بقى عافيه. افضل مدرب في ذا بروسيس، جايزه تروح ليه؟ الزوز بصراحه الزوز بصراحه احسن مدرب يا جدعان في ذا بروسيس، رقم واحد. اخويا يا عم صح انت الراجل ما بيجي. يا زوز بما انك بتدرب في بروسيس هنا انا هصدقك. اتفضل يا حبيبي. لو واحد لسه جاي التمرين حالا وما لعبش اي رياضه قبل كده هتعمل معاه ايه؟ اي حد بيبدا كاليستانكس يسمع لسه بادئ التمرين او عمره ما ما اتمرن عملش اي خالص. حاجه، اول حاجه هنعملها معاه ايه؟ هنشوف كده نعمل له تيست خفيف كده، نشوف هل هو فين راني كاتيجوري، بس عشان ايه نبدا على الهادي يعني، نسخنه وبتاع ونشوف ايه هو هيوصل معانا لفين يعني. حلو. هنفترض ان هو مثلا بيعمل 10 بول ابس. حلو جدا.
ازاي انا عارف شكله بس عمره ما اتمرن. اتمرن ربنا عاوز كده. ربنا عاوز كده. وعايز يبدا على الماسل اب، انصحه بتمرينتين بس الماسل اب. تمرينتين؟ ممكن جامبنج ماسل اب مثلا ومعاه مثلا نيجاتيف ماسل اب او هاي بول ابس مثلا. خلصانه يا جدعان. شكرا يا زوز. زنقناك يا زوز. مع السلامه. كابتن منى هتعمل النهارده 10 بول ابس، 10 فرونت بول ابس، 10 و10 ثواني كمان. كريم عبد العزيز. كلها يا جماعه ده اعلان؟ هو ده اعلان؟ ها؟ كده هتاخد كوبي رايت بجد. ماشي خلاص. على سنتو لا عادي. لا مش على كده ما فيهاش كوبي رايت دي، احنا بنعمل اعلان ما قلناش حاجه وحشه. دلوقتي المفروض هنبدا من الافشخ، يعني هو ايه هيحط اول تمرينه عشان كده هيحط تمرينه صعبه عشان هو رخم، هو بني ادم رخم، فاتفضل. يلا يا كابتن اسلام. ماليش دعوه، اللي مش عارف يعملها مش مشكلتي. هو دلوقتي هيحط 3 مجاميع يا جدعان من اول تمرينه، بلاش تمرينه صعبه يا سعد بالله عليك. لا حطها تاني تمرينه. معلش يا سعد هنخلي اسلام يكتب الاول. حطها فوقيها بحته صغيره بدل ما احنا مسحنا كل ده. يلا يا اسلام اكتب. كل ده من الاستورج. كل حاجه هنحط منها 3 سيتس، اكتب في 3 بقى. طب ما تحط بول اب بس خلاص. بص يا مرسي عشان تفهم ليفربول ب5. انتوا رقم 3 ما بينزلش عندكم؟ هو ايه اللي 3 ثواني يا بيه؟ كابتن منى بتحضري ازاي لبطوله العالم؟ والله الموضوع بياخد ستيبس كتيره جدا عشان نحضر لبطوله العالم. انا ما اعرفهاش عشان انا ما شاركتش في بطوله العالم. طب انت النهارده عندك تمرين ايه ولا بتعملي ايه ولا؟ انا النهارده هلعب فري ستايل. النهارده هتعملي ايه؟ هلعب فري ستايل. وهصور امسكي. وهصور بريس هاند ستاند، معيش غيرهم يعني، والهيومن فلاج. اخر تمرينه خدتيها كانت من كام سنه؟ كانت ساعه الفيديو اللي نزلنا اخر مره. من شهر مثلا. ايوه بالظبط. كام يوم. احنا ما كتبناش فيكتوريا. عامة الرجاله محدش هيعرف يعمل سات غير انا والراجل ده. مش متأكد. انا اللي كاتب. ما تحرجنيش قدام الناس. انا اللي كاتب. اول واحد يبدا اول تمرين هيخش اول تمرين. يلا بينا. هو اللي كاتب اول تمرين. يلا بينا. ينفع اسخن بس. انت بتصور رول؟ انت اللي هتخش. اللي كاتب التمرين هو اللي بيخش. يلا بينا. سيبونا بقى. تمام. مين اللي كاتب التمرين اللي بعده؟ انت خش. هناخد بان في الحته دي. هناخد بان في الحته دي. يلا يا كابتن ابو زيد. عشان كده كتبوه في الاخر. بص المره الوحيده اللي جربتها في حياتي عملتها بعد البلانش. انا يلا خش بلانش الاول. حلو والله حلو. الكوتش بتاعه يا ريت يشوف الستوري، يشوف الفلوج. الكوتش بتاعي لو بيتفرج على الفلوج حلوه ولا وحشه؟ وانا مالي يا عم، هو اللي كاتب ساد اسلام اللي كاتب. جامد. رايق. انت متخاذل؟ يلا يا زعل. مش كان متخاذل وقتها. مش انا اللي كاتبه والله. انتوا عاملين حاجه معينه يعني؟ انت ممكن تجرب. قول لي الحركه دي سهله ولا صعبه؟ من 1 ل 10. قول لي صعوبه الحركه دي كام من 1 ل 10 بعد ما يعملها؟ 1 2 1 من 1 ل 10 كام صعبه؟ يابا يا جدعان ما تبقاش عليها. دي ست 6 من 10 وحشه. مش لمس بس 3 من 10 6 مثلا دي البدايه. ابو زيد مش هيخش يا جدعان التمرينه دي. خش وايد. لا عشان كتفه وجعه يا زيد. بص والله هيعمل نفسه عبيط ومش هيسمع. يلا ولا عامة. طب يلا.
كلكم هيفستوا بول اب واللي هيجيب هو انا بجيب عدد بس بعدها اقول عدد. استنى ساعد عليه الدور. شوف كده ساعة التمرين اللي بعدها. يا اسطى ما تخش يا اسطى. جامد جامد أوي. 1 2 3 4 5 بولا. جامد. خش يا اسلام. انت قلت 5 ها وعمل 3. شغلة حرامية ونور. الان دور كابتن مروان لنرى. تعالى هنا عشان الفورم يبقى. بس حلو. جامد 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 ان شاء الله. جامد جامد جامد. يلا جامد. واحدة كمان. انت هتنسحب من الفلوج ولا ايه؟ انا لسه راجع لسه برجع بقول يا هادي. ماليش دعوة بكل الناس دي، انا مهما حصل لي هتمرن. جامد يا سعد. وانت نازل كده يعني انت نازل مولود كده. هو ده الوضع الطبيعي بتاع جسمك. مولود تاتشد. هو عشان كبر. ثبت المتوازي. ثبت المتوازي بجد مش بهزر. تعمل ايه تعال؟ طب في مايك هنا ها؟ والله يا اسطى الناس اللي بتقعد تمسح البارات دي منوحة. سعاد بيسألني بيقول ازاي اقدر اتنقل من ادفانسد تاج بلانش علشان اروح للمستوى اللي بعده؟ ايه المستوى اللي بعد الادفانسد اصلا؟ استراد البلانش. طب هيعمل كده ازاي؟ يا اما ببند لو هو بيجيب مثلا فوق ال8 ثواني ادفانسد، ممكن ببند يروح للاستراد، بس لازم يكون عنده مرونه في الحوض. قول له بقى. لازم تكون عندك مرونه في الحوض. 8 ثواني ادفانس صح يا كابتن مروان؟ صح. في واحد بيسأل بيقول انا بحس الرياضه دي هتجيب اجلي، بس لازم تستمتع قبل ما تقعد على الكرسي وعيالك يغيروا لك. بص يا معلم، هو انت لو قصدك ان هي هتجيب اجلك من ناحيه الاصابات ف تجاهل. بالظبط. انت كده كده اي حاجه اي رياضه عامه هتتمرنها في حياتك لو استخدمتها غلط هتتصاب. بمعنى انا دلوقتي في بروجريشن معين في الكاليستانكس بلعب 5 بول ابس، ما ينفعش اشوف واحد بيعمل ماسل اب اروح انط وراه، هتتصاب. دي لسه مش في البروجريشن بتاعك، فانت المفروض تلتزم بجدول تمرين مناسب ليك في الليفل اللي انت فيه، ما تنطش لحاجه اعلى انت لسه مش مستعد لها، لان انت في الحاله دي هتجيب لنفسك اصابه. يلا عندنا دلوقتي 5 فرونت ليفر بول اب بعدها 5 بريس. مين اللي كاتب التمرينه دي؟ ابو زيد. طب يعملها مره على الاقل طالما انصح. ما نشوف اخرتها مع ابو زيد. هو الاغاني ليه كل شويه حد بيوطيها؟ انا اللي بوطيها صح. بصور. اخصم لي والله. السلام عليكم. ازيك عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ الله يسامحك يا ابو زيد. مش طبيعي يا عم. مش طبيعي خالص. ما شاء الله ما شاء الله. بيقول عليك مش طبيعي يا اسطى. ما شاء الله. بضرب يقول صح؟ كود. حرفيا دي 5 مرات ولا سكيني تن. صعب تعرف انك انت مش كام خشكه. يلا 5 بول و5 بريس. سهله سهله. وصل لي مساله كام؟ هم 3. ماشي 3 يلا. انا اللي كاتبها وانا اللي اتحكم.
انا كاتبها انا بتحمل. ايه بقت 3 بس الراجل عامل لها بديه. انا ايه العدد دي؟ يا عم ده سعد. سعد بياخد منشطات. البريس صعب. يعني ممكن تتهز شويه. عادي. يا عم ده اسلام. شد. يا رجاله احنا قايلين 5 على كده. 3 و3. جامد. احنا عملنا كل حاجه مجموعتين على فكره. ماشي حلو. انا كده كده هكتب لكم يا جدعان التمرينه زي ما عدلنا فيها، ان انا كتبناها وطلعت صعبه قوي. فانا هكتبها لكم بعد التعديل هتلاقيها كده صعب قوي عليهم، انا ماليش دعوه. بالراحه. ها ما تتوتريش حتى لو وقعتي مفيش حاجه. امسكي نفسك. شدي رجلك على طول. طلعتي انت طلعتي. خفتي ليه؟ عشان بتتحرك. احنا كل شويه بنعمل لا 3 تنازل. جامد. شد بس. يا اخي في الكاميرا وسطك واقع ولا انا اللي مايل كده ولا؟ بس انا واقع. عارف بقى مين اللي بيقول ان تمرينة البريس اهم حاجه في الفرونت؟ اليس. اسمه الياس عادي يا رجاله. الياس. يلا بينا. انا يا جدعان جسمي بينتحر اقسم بالله. انت المفروض الورم دي بعد اللسان اصلا. هو حاطط اساسا تمرينه اصعب تمرينه المفروض فيهم. بس الستة كانت حلوه انا لسه بتمرن عليها جديد. عامة المستوى اللي انت فيه حاليا ده اولها. بجد؟ بس تفهم انا بشد ايه، عشان هو انت في اول حاجه بتجربها في حياتك ما بتعرفش انت بتشد ايه. ايوه. لسه كابتن حضروا في جدول التمرين. ايه؟ لسه كابتن حضروا في جدول التمرين. ايوه. الكابتن بتاعي. اتمنى اشوف الفلوب ده كويس. هعمل ريفيل للكابتن بتاعي بس كمان 3 شهور. تعمل ايه؟ هعمل ريفيل. 6 شهور مثلا. لا 3 شهور. 3 شهور واقول لكم هو مين يا جدعان. 3 شهور واقول لكم هو مين الكابتن بتاعي. بصراحه. بامانه انا تعبان النهارده. المفروض اعمل ديلوت بقالي فتره. بس قلت لازم نصور الفيديو ده بصراحه. ده بيلعب التمرين على قديمه بقى. كريستيانو كلاب. الملك ده. قول يا باشا وتقول لي خش تكسبيه. ده 7 دي ولا كام؟ فكر اخش اكسبه. يلا يلا. منا بتتحدى محمد سعد. استر يا رب. التحدي في الباك ليفر انا متاكد. يا ولا الله 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 الله. ده عاش قوي ده عاش قوي ده. شغاله. ايه ده؟ صعبه. فرونت. يا نهار اسود. يا ريتني ما دخلت. يا ده فعلا يا ريتني ما دخلت. مين اللي بيعمل كده؟ ايه الاحراج ده؟ ايه الاحراج ده؟ انا اقول لك كابتن منى خافت على مشاعرنا فما دخلتش معانا تحدي الفرونت. خد اختار سؤال من الاسك بعد ما تخلص. بصوا يا جدعان اقسم بالله كريم هيقول اوسخ اجابه هتسمعها في حياتك عن اي حاجه. والله ما بهرج. اقول لك على حاجه هيختار اسوأ سؤال ويجاوب عليه. أسوأ شخص عرفته في حياتي. هيختار اسوأ شخص ويصاحبه. لا قصدي انا لا انت بتشتم. لا يشتم عادي. كل الاطفال اللي بتتفرج على الفلوج ده ما تعملوش زيه. حصل في كلاينت عندي سأل سؤال على الاسك بتاعنا بتاع ده مروان. معناه ان هو ما بيعرفش يدرب والشباب بتاعته بتيجي تسالنا انا. بالظبط. ده اجتهد اولا يا كريم. لا. وتعلم ازاي تدرب عشان الناس بتاعتك لا بتجيلي. لا انا بحب اختصر الدنيا ما هبطل ادرب. والشخص اللي سال السؤال ده ما تجيش تاني. اسمه عمر توبه. ما تجيش تاني وانا مش هجدد لك السكريبشن بتاعتك. وانت اصلا بقالك فتره تتمرن مع محمد سعد
فانا كده كده اصلا يعني هو كان بيتمرن معاك دلوقتي بيتمرن مع محمد سعد وجاي يسالني انا. بالظبط، يعني هو ملوش مله اصلا، وكان جاي النهارده وبيقول لي خدني معاك. ايه افضل طريقه تبدا بيها؟ تبدا بيها ايه بقى؟ كاليستينكس، ما هو ده اسك كاليستينكس. جاوبنا على السؤال ده. يسال جاوب على السؤال ده. ابدا. لا جاوب على سؤال غيره وجاوبنا على ده. جاوب على سؤال عامة. لك ارفع المايك. جاوب على سؤال غيره. ازاي اقدر انتقل من جاوبنا على ده. جاوبت على ده؟ انت ايه الاسئله بتاعتك؟ معايا 15 عدة عقله ومش عارف اجيب المصلب. طيب اولا شكل 15 جاوبنا على السؤال ده. معلش خلاص. طب خد ما بين التمارين كام ثانيه؟ انت بتكلم الكاميرا ما تكلمنيش انا. طيب يا جماعه، هو الحاجه السؤال ده يعني السؤال ده عام. لا السؤال ده عام. رد عليه يا عم. طيب ماشي، هو الموضوع هيختلف لو انت قول السؤال تاني ما تظهرش بقى. طيب الراحه ما بين المجموعات وبين التمارين كام ثانيه؟ المعتاد في التمارين بتاعت الكاليستانكس بتاعتنا احنا لو بتتكلم على السترينث يعني انت بتتكلم من دقيقه لدقيقه ونص ما بين كل مجموعه، تمام؟ ودقيقتين لثلاث دقائق ما بين كل تمرينه. بس ده بيختلف ما بين السكيلز، لان انت في تمارين معينه ليها علاقه بالفري ستايل، يعني سواء انت كنت بتبرفورم حاجه ليها علاقه بالديناميك او الستاتيك، هتحتاج ان انت تريح مده اطول من العادي بتاعك ما بين اللي هو التمرينات الطبيعيه بتاعتك. لو انت عايز تعمل يعني تبرفورم سكيل معينه او سكيل جديده، لا انت هتحتاج تريح وقت اطول. لكن في اوقات معينه هتحتاج فيها ان انت تلتزم بوقت الراحه بتاعتك، علشان في تمارين هتحتاج تتمرنها بريست معين علشان تقدر تتطور فيها. فالسؤال ده عام، يعني ما بيتحدد على حسب كل شخص وعلى حسب التمرين اللي المدرب بتاعك حاطه لك. شكرا. هي انا جبت صح؟ والله. سقف الكريم. هل عادي ابدا اتمرن وانا كبير وعندي 28 سنه؟ انت كده مش كبير يا صاحبي. انا عندي 40 سنه والحمد لله وصحتي زي الفل. هتبقى تحت وتطلع فرونت. هنثبت 3 ثواني بعدها نطلع. استنى اقول تاني. قلت ايه بقى؟ مش هتفرق. وانا ارمي وانزل اطلع هنا. وانا ارمي فرونت 3 ثواني بعدها تطلع. دقيقة واحدة العلم والإيمان مع الدكتور مصطفى محمود دلوقتي. شوف سبحان الله، لاعب الكاليستينكس ده راجل مجنون. بص شوف مين يابا؟ 1 2 3 ايه؟ يا سلام على الانسان. اتفضلي. عشان تعمل ريوش تاني يا محمد يا سعد وتعمل نار فرونت بول اب وهي مش علينا. لا انا مش عشان هو المفروض. طب والله جامد. والله حلوه، والله عملتها حلو يا جدعان. بقى من احسن الوان ارم فرونت مروان. من احسن، انا اعتقد احسن واحد. جامد والله. لا يا عم ما بحبش التمرين دي. ضعيف والله العظيم ضعيف. شيتوس ما بيعرفش يصور والله الوان ارم فرونت. نزلها عادي. اعملها شط وابعتها له. اعمل له منش. والله نزلها واعمل له منش. ماشي. مش خايف. انت عارف ان هو بيسيبنا احنا الاثنين دلوقتي؟ ليه بقى؟ عشان انا قلت له جامد والله. هو ده. اجيب لك ازازه ميه. كم واحد في الوضع. لا ايه ده؟ ما قلتليش ليه ان انا اجيب لك ازازه ميه. جامد. شد. اطلع. جامد والله. عاش. التمرينه خلصت يا جدعان وزيكاس شارك في نصها بس. الحمد لله ربنا معاك. انا التمرينه دي خلتني اكتشف كام حاجه. اول حاجه فيهم ان انا قربت من السات. انا هتكلم عن نفسي، كل واحد يتكلم عن نفسه بقى. تاني حاجه فيهم ان انا محتاج اعمل دي لود عشان جسمي متكسر بجد. تالت حاجه ان انا الارم فرونت بعملها حلو في اي وقت. يعني انا ممكن ما اعرفش اعمل تاتش، ما اعرفش اعمل فيكتوريان على الارم فرونت. انا مش فاهم ده يعني ايه. بس انت اكتشفت ايه بقى؟ ده حب كحركه. حب الحركه.
ان انا عارف انت ايه يعني، انت عايز تقول ولا اقول انا ممكن اقول انت ايه؟ قول انت. اللي هو الارم فرونت بتاعتك ضعيف. صح. انت فعلا هتمرن عليه والله بجد. الباقي بجد يعني ما شاء الله. طب انت متخيل مثلا اي كابتن مثلا بيمرن لازم حد يقيمه؟ هو محتاج حد يقيمه او حد يمرنه؟ يعني هو بيعرف يمرن مثلا كلاينت او بيعرف يمرن؟ انا بتمرن مع مدرب، انا جيت يعني ده انا لازم صح؟ مش فكره لازم، هي انا قعدت امرن نفسي كتير. انا مؤخرا اتمرنت مع مدرب، يعني انا بقالي شهرين بس بتمرن مع مدرب. حسيت بتطور وخدت بالي من حاجات انا ما كنتش واخد بالي منها، مع ان انا ممكن يعني انا دربت اكتر من 500 شخص على مدار حياتي. الرقم ده على فكره ما حدش عمله كتير. 500 شخص؟ اكتر من 500. مرنت مدرب؟ مرنت اكتر من 500 شخص. جربت؟ لا مرنت اكتر من 500 شخص ان شاء الله. فانا عندي الخبره الكافيه وعندي الساينس الكافي ان انا امرن نفسي، ومرنت نفسي فتره كبيره واتطورت. بس جيت عند لحظه معينه حسيت ان انا لا، انا محتاج حد بقى يوبزرف الموضوع، يبص عليا من فوق. صح صح. لان انا عادي زي ما انت عادي، تعال اقعد معانا تعال اقعد معانا عادي جدا. هي فكره مش فكره يمرنك على قد ما فكره اوبزرف اكتر. حد يبص عليك يشوف صح. انت في حاجه مش مظبوطه، في حاجه فعلا كان في حاجات ناقصه انا باخد بالي منها في الناس اللي انا بمرنها، لكن ما عرفتش اخد بالي وانا بمرن نفسي. خد يا زيكس قول لنا حاجه. هل انت معانا في الموضوع ده؟ لازم يبقى ليك كابتن مثلا قاعد التوجيه يبص لك مثلا من زاويه معينه انت؟ بص، هي حته ان انت يبقى ليك كوتش دي هتشيل من عليك ضغط، حته انت تكتب لنفسك تمرين، تفضل تتابع البروجرس بتاعك انت كشخص يعني. فمع ضغط الشغل والحاجات دي انت بتبقى محتاج حد يشيل عنك الهدك ده ويعمله هو، فاهم؟ ويديك البروجرام اللي تمشي عليه، وبرضه يبقى في عين تانية شايفه الويك بوينتس بتاعتك، لان انت احنا برضه كبني ادمين ما بنحبش نروح لحته الويك بوينتس، اللي هو انا بشوف نفسي ضعيف في حاجه فمش هشتغل عليها قوي برضه زي ما الاقي نفسي حاجه قوي في حاجه فاديها ال 100% بتاعي، فاهم؟ انا عملت كده فعلا. فحته ان بالظبط اللي هو انا ضعيف فيها، فانا لسه ما اروح للحاجه اللي انا قوي فيها. ايوه صح. فحته ان انت فوقيك حد يقول لك لا انت اعمل كذا، دي بتخليك تشتغل على الويك بوينتس بتاعتك وتحسنك، فاهمني؟ صح. على عكس ان انت تبقى انت اللي بتمرن نفسك، ممكن معلش في كلمه تتعولق في تمرينك. اكيد كلنا كده والله. انما طول ما في حد فوقيك لا انت هتدي 100%، فاهم؟ هتلتزم بس. ودي رساله للناس اللي لسه بتبدا او البيجنر او المتوسطين، لازم يكون ليه في كابتن. مش شرط فيديوهات وعلى النت بتفيد، بس لازم يكون في كوتش. والاحسن تبدا مع مدرب كده ده اكيد، ده طبعا اكيد البدايه، بس على الاقل لان انت في بيزكس كتير هتسقطها، في حاجات كتير انت مش تبقى عارفها ومش هتبقى فاهمها، وهيحصل لك شويه اصابات بنت حلال. يعني ده اللي احنا اتحطينا فيه زمان قوي، لان احنا ما كانش حد فاهم اصلا ده. قبل ما اقفل يا جدعان، انا انبسطت بالتمرينه انا والله، ومحتاج اعمل ديلود بجد، والمفروض هنعمل تمرينه فرونت تاني بس كمان اسبوعين 3 هنجتمع احنا الاربعه. ماشي. ويبقى في 2 شباب محترمين معانا. ماشي. يشجعونا. كده الفلوج النهارده خلص. كانت تمرينة فرونت قوية، احنا ما عملناش كلها مظبوط، لكن هكتب لكم الارقام اللي احنا عملناها عشان تعملوها وجربوها وقولوا لي في الكومنتس هل هي صعبة ولا سهلة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، تكتبوا لي في الكومنتس عايزين تشوفوا ايه في الفيديوهات الجاية. بيس.